أهلا وسهلا بكم وفيديو جديد هتكلم معاكم عن نوعية أفلام الغالبية العظمى مننا بيميلوا ليها. أفلام رفع الأدرينالين والحماس والتشويق، أفلام الأكشن. بس قبل ما ندخل في الانترو وقبل ما نبدأ في الفيديو، لو أول مرة بتشوفني فانزل اشترك في القناة دلوقتي حالا، علشان بنعمل هنا شوية مراجعات وتحليلات للأفلام عظمة. وفي سكتك كده اعمل لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ورجعنا مرة تانية وهنتكلم النهاردة عن أفلام الأكشن. وفي سنة 2022 كانت مليانة بأفلام الأكشن اللي من العيار التقيل، زي مثلا اللي فاكره فيلم باتمان، بلوت ترين، ذا نورث مان وذا جراي مان، وفيلم بيست، مع تحفظي الكامل طبعا على فيلم بيست، ووضحت ليه الفيلم ده ما عجبنيش في فيديو قبل كده هنا هتلاقوه في القناة. ولكن كل الأفلام اللي فاتت دي كانت أفلام حلوة جدا وكويسة، ورتم الأكشن معمول فيها بشكل مقبول. بس أنا النهاردة بصراحة عايز أتكلم عن 3 أفلام عجبوني وعلقوا معايا جدا، وإن كان آخر فيلم فيهم ما يعتبرش أكشن قوي، بس بصراحة أنا عايز أتكلم عنه. وأول فيلم حابب أتكلم عنه هو فيلم الأكشن توب جان مافريك 2022. توم كروز اللي تم استدعائه لمهمة صعبة في مدرسة التوب جان، بس المرة دي تم استدعائه كمدرب لفريق من أكفأ الطيارين الخريجين، اللي من ضمنهم ابن صديقه اللي مات في الجزء الأول جوس. الفيلم مش مجرد مناورات ومطاردات في الجو، لا، الفيلم في جانب درامي وصراع نفسي رهيب جدا، وخصوصا لما المخرج ربط الجزئين مع بعض، واستعادة ذكريات الجزء الأول اللي من 30 سنة واللي ارتبطنا بيه كلنا وحبيناه. ويمكن ده واحد من عوامل نجاح الفيلم، بخلاف طبعا المفارقات اللي حصلت في الفيلم كانت معمولة حلوة جدا جدا من المخرج، زي مثلا ما حصل مع بيت وآيس مان هيحصل تاني مع برادلي ابن جوس وهانج مان، حتى نهاية الخلاف واحدة. كمان برضو من المفارقات الحلوة جدا في الفيلم الجزء بتاع لما في الجزء الأول كان توم كروز بيعكس المدرسة بتاعته أو حاجة زي كده وطردوه من المكان اللي كان موجود فيه. بيجي في الجزء الثاني لما بيطرد من الكافيه اللي فيه والمدربين بيطلعوه بره، بيتفاجئوا بعد كده ان هو ده المدرب بتاعهم او هو ده القائد بتاع الفريق بتاعهم في المدرسة. نفس اللي حصل في الجزء الاول. هتلاقي الموضوع رايح جاي والسيناريو رايح جاي بين الجزئين. نيجي بقى للتصوير والمونتاج والجرافيكس. السي جي اي اللي معمول والتصوير والمونتاج اللي حصل في الفيلم من اقوى الشغل اللي ممكن تشوفه في 2022. هتحس انك واحد معاهم من الفريق، هتلاقي نفسك اتفاعلت تلقائي مع المهمة اللي بتتنفذ، وكأنك واحد متابعهم من برج المراقبة اللي في المدرسة. الشوتات الواسعة اللي موضحة كل تفاصيل المشهد معاك. توم كروز كمان اللي محافظ على رونقه ورشاقته وأدائه الجبار للدور. كمان اختيار مايلز تيلر عايز اقف عنده شوية، لان الاختيار ده كان انسب اختيار للفيلم، وهو اللي رفع الفيلم رفعة محترمة جدا. ان هو يكون ابن جوس ده انسب واحسن اختيار بسبب الشبه اللي بينهم وبسبب جاهزية مايلز للدور. احنا شفنا مايلز بيأدي الدور وبيطلع كل التعبيرات من غير اي اوفر ومن غير اي افتعال للمشاعر، نظرات العينين، الحركات، كل ده كان قوي على الدور بتاعه. الفيلم هيعيشك معاه الحماس والتشويق، لانك ببساطة من اول 5 دقايق هتبقى مع توم كروز في السماء طاير حرفيا. هتطلع بعد الفيلم حافظ قاعدة او قاعدتين من قواعد الطيران، ده بسبب سرد القصة والسيناريو اللي معمول بالملي للاحداث. الفيلم مش هتشوفه كده كسهرة سريعة وخفيف، لا، الفيلم وجبة دسمة لعشاق الأكشن والحماس والتشويق. وبعد ما خلصنا فيلم توب جان هنروح لتاني فيلم معانا، فيلم بلاك آدم. هو واحد من سلسلة أفلام دي سي اللي مبني على شخصية من شخصيات شازام، وهو بلاك آدم. الفيلم بطولة دوين جونسون الشهير بذا روك، واحد من أبطال المصارعة الحرة اللي دخل عالم التمثيل وبقى من أهم ممثلين هوليود. وبصراحة احنا شفنا مصارعين كتير جدا دخلوا عالم التمثيل زي هالك هوجان وجون سينا وكيفن ناش، لكن ذا روك يعتبر أفضلهم، وده راجع لسرعة تقمصه للأدوار وكمان قبوله وحضوره اللي بيميزه. ذا روك انفعالاته سواء شر أو حزن بتبقى لايقة على تمثيله جدا، بيعرف يركب الدور وبيعرف يدخل جوه الشخصيه ازاي ويطلع لك اخر ما عند الشخصيه. ده اللي انا شايفه في دوين جونسون ذا روك، وبصراحه انا على المستوى الشخصي بحبه كمصارع كمان. غير ان ذا روك كمان عنده حس كوميدي خفيف كده هتلاحظه في بعض افلامه، ده بيكسر من حده الاكشن والتوتر، بيفصلك كده وبتتجاوب معاه وبتتفاعل معاه وبيكون خفيف جدا وقبوله حاضر. فانا شايف من وجهه نظري ان ذا روك قادر يشيل فيلم كامل لوحده. نرجع بقى لفيلم بلاك ادم اللي من اخراج جومي كوليت، وبيحكي عن شخصيه خارقه
خارقة، عنده قدرات سحرية، بيلاقي نفسه بيتحد مع أبطال خارقين علشان يقدروا ينقذوا المدينة. فكرة أفلام الخيال العلمي متقاربة شوية، لكن هنا بنتكلم عن تمثيل وأداء ومعارك بتحصل، انت هتبقى مستمتع بكل دقيقة طول الفيلم. كمان صراعه بين انه بطل خارق وبين انه شرير اضاف طابع تراجيدي للفيلم، هتتعاطف معاه وهتتعاطف مع حياته وقصته اللي فاتت وكل الكلام ده. الجرافيكس وشغل السي جي اي معمول في الفيلم عجبني جدا، وكان على الهادي وباتقان وبحرفية، مش هتعرف تطلع من وراهم غلطة، يعني زي ما حصل عندنا بالظبط في وعد ابليس. لا شيء. المهم الفيلم مدته ساعتين، ولكن ما فيهوش اي ملل لان احداثه كتير جدا ومش هتلحق اصلا انك تحس بملل. تالت فيلم هتكلم عنه الفيلم الكارثي، انا سميته فيلم مزاولة 2022. الفيلم ده جبار من اول لحظة من كم الاحداث اللي فيه، فيلم Everything Everywhere All at Once، كل ده اسم الفيلم يا باشا. من اوله كده هو فيه روشة، ولو ما فهمتش الفيلم من اول مرة او من تاني مرة عادي جدا، هتلاقي نفسك بتوقف وبترجع تاني وبتعيد المشاهد عشان تترجم اللي بيحصل، مفيش اي مشكلة. ولكن كم الاحداث اللي فيه هتخليك مشدود غصب عنك علشان تقدر تواكب وتلحق اللي بيحصل. فيلم دسم ومش لايت خالص، وما ينفعش تشوفه للتسلية او للسهرة، لانه كمان فلسفي من الدرجة الاولى. الفيلم ببساطة من نوعية الخيال العلمي الاكشن، عشان انا دخلته في قائمة الاكشن عشان الفيلم ده انا عايز اتكلم عنه. ماشي، هو هتلاقي فيه شوية اكشن على كوميدي على فانتازيا على اجتماعي، هتعيش كل الاجواء دي مع ايفلين وبنتها. ايفلين المهاجرة الصينية اللي تم اختيارها انها تنتقل عبر الاكوان والعوالم الموازية علشان تقدر تنقذ العالم. الفيلم فيه كمية رسائل واسقاطات رهيبة، وسلط الضوء على مشاكل اجتماعية كتير جدا وعن الحياة بشكل خاص. والدمج بين الفلسفة والواقع في الفيلم اتعملت بحبكة روعة جدا وعجبتني وفهمتها. اركن الرسائل اللي مش بتتماشى مع مجتمعنا خالص، وخد منه الحكمة في أهمية الحياة، وإنك أكيد حياتك فيها شيء تستاهل تعيش عشانه وتحارب علشانه. السيناريو مكتوب بحرفنة وإبداع، تشابك رهيب وسحلة دماغ هتخليك مش هتمل لحظة واحدة. التشابك اللي حصل ده إبداع من السيناريست، إن هو دمج لك كل الأحداث وكل التنقلات، وإن أنت بتشوفها في الزمن ده وبتشوفها في الزمن ده وقادر تفرق، ده حرفية وإتقان من السيناريست. التمثيل والتحولات والانتقالات اللي بتحصل تخض من قوتها، واللي خدم على كده الجرافيكس والسي جي اي اللي يعتبر برضه هيتضم من اقوى الحاجات اللي اتعملت في 2022 زي توب جان. فيلم Everything Everywhere فيلم ممتع بكل المقاييس، والنهايه مقبوله جدا. وعجبني انه بعد عن سحله النهايات الغامضه دي تماما والنهايات المفتوحه واللي مش مفهومه، يعني انت بتبني في الفيلم من اول دقيقه في احداث غريبه واحداث متشابكه وترابط ومزاوله، في الاخر ختمت بقفله كويسه اتفهمت، وضحت لنا الرساله من الفيلم عايز يوصل ايه. تقسيمه الفيلم وطريقه سرده بسيطه، هو عارف انه فيلم تقيل وراعى جزئيه انه يفهمك الفيلم حته حته بالبلدي كده، هو شربك القصه بالمعلقه، وبرغم كده لاخر لحظه لسه برضه بتكون فكرتك عن الاحداث وبتربطها ببعض. هتاخد الفكره كلها والمضمون في اخر الفيلم، هتفهم هو عاوز يوصل لك ايه من كل ده، بخلاف الرسائل اللي بيحطها في النص طبعا علشان الحبكه الدراميه. واللي ما شافش الفيلم ده فاته حته ماستر بيس عظمه، فبنصح جدا اخواتنا عشاق الفانتازيا والخيال العلمي والاكشن يشوفوا الفيلم ده. وقبل نهاية الفيديو عايز اتكلم في فكرة صغيرة جدا، ان احنا في كل فيديو هندعم حد من اصحاب المشاريع الصغيرة الاونلاين، وفيديو النهاردة برعاية بيج هيلسي نقنقة. وعايز اقول ان صحة ولادنا واهلنا واجب علينا، وعشان كده النهاردة اخترت ان رعاية الفيديو ده تكون باسم بيج هيلسي نقنقة. البيج دي بتعمل اكل صحي، وبصراحة فكرة هايلة جدا ومميزة وبره الصندوق، ان يكون في حد بيهتم باكل الدايت واكل مرضى السكر والحساسية. هتلاقوا عندهم كل الاكلات بمواصفات صحية وجودتها عالية. وكمان بيج هيلثي نقنقة هي اول واقدم بيج متخصصة في شغل الحساسيات والسكر والدايت على مستوى البحر الأحمر بخبرة 3 سنين. هسيب لكم كل طرق التواصل معاهم في الوصف وفي تعليق مثبت على الفيديو ده. انا كده خلصت الفيديو ووصلت لاخر الفيديو. لو انت كمان وصلت معانا لهنا ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل مراجعاتنا وتحليلاتنا اللي جاية. اشوفكم بخير.